اهلا بك يا عزيزي الكينج، وحشني يا جيها. وقبل اي حاجه احب اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم. ودلوقتي جاهز لاني جايب لك فيديو في السليم. لا بجد حاجه جحيم، الفيديو من اوله لاخره اثاره، حاجه جباره، متعه، اكشن، مغامرات، يعني الفيديو فخر من الاخر يا حضرات. اهم حاجه تجهز في شارك يا بركات، وما تنساش اللايك والاشتراكات، ويلا بينا. وبتبدا الحلقه التاسعه من المسلسل بفريق البحار السبعه وهما بيظبطوا السفينه. الدنيا معاهم بتكون تمام، بس في حد مش ظاهر بيراقبهم، ومره واحده بيخطف كلوفيس. طبعا زاك مش بيسكت وبيروح عليه، بس الدوامه بترجعه تاني. كلابرس بيقول له البوابه دي بتاعت بحر زايك، وده بحر النوم يا معلم. كارمبا بيقول له ايوه بس المفروض ان كلوفيس مربوط بالسفينه هنا، فبيقول له الكلام ده مش في بحر زايك، لان البحر ده مختلف عن اي بحر تاني، قوانينه مختلفه ومحدش قدها. انت ممكن تروح هناك لكن اخرك 7 ساعات، ولو قعدت اكتر من كده يبقى مش هتخرج من هناك يا حلو. كل واحد من الفريق بيتراجع وبيقول لزاك معلش يا حبيب قلبي بس احنا مش معاك في الطلعه دي. سيسي بتقول له انا جاي معاك. زاك بيقول لكلابرس يلا يا وحش اديني طاقه عين زايك، واول ما بينويها هو وسيسي بيناموا في مكانهم وبيتحولوا للاجسام دي، وبكده هم نايمين والاطياف بتاعتهم بس هي اللي صاحيه، ومحدش هيشوفهم غير اللي في بحر زايك، والبحر ده بيكون فيه اطياف شريره جدا. زاك بيحاول يتكلم مع اي حد، ومره واحده الواد ده بيقف له، وزاك وسيسي بيقولوا له احنا بندور على صاحبنا. الكائن ده بيقول لهم طب تعالوا معايا. كلابرس بيقول لهم ما تمدوا شويه يا رجال، انا حاسس ان طاقتي عماله تقل. ومره واحده بيشوفوا كلوفيس قدامهم. زاك بيروح عليه عشان يحرره، لكن الشباك مش بتتقطع، ومره واحده العنكبوت الشرس ده بيظهر، بيكون داخل بتقله على حاجه شغلاه، والغلبان ما يعرفش ان زاك هيعملها معاه. بيدخل فيه تقطيع وبينصدم ان مفيش حاجه بتاثر فيه، والاسوأ ان زاك مش معاه غير طاقه واحده وهي طاقه زايك، لانه كان مضطر يسيب كل القوه اللي معاه على السفينه. المهم انهم بيحرروا كلوفيس وبيكون قدامهم 4 ساعات، ومره واحده الاطياف دي بتوصل وبتلبس زاك وسيسي، ودي كارثه في حد ذاتها يا زميل. والاسوأ ان اصحابهم بيتخدعوا فيهم، ومن ناحيه ثانيه زاك واللي معاه بيحاولوا يخرجوا من الدوامه اللي فيها، وبعد محاولات كتير بيعرفوا يخرجوا، بس بيتفاجئوا ان مفيش حد على السفينه. زاك بيبص على الاطياف اللي لابسه جسمه هو وسيسي وبيعرف اللي فيها، وبرضه كرامبا بيكون شاكك في الاطياف لان دي مش تصرفات اصحابه، انما اصحابه فمش بيكونوا عارفين ازاي يقولوا لهم الحقيقه، لانهم لا شايفينهم ولا سامعينهم اصلا. كلوفيس بيعرف يتكلم مع اصحابه، وقبل ما يعرفهم كل حاجه السلسله بتسحبه على كيوس. ومش عايزك تنسى يا زميلي ان كيوس دي هي السفينه بتاعتهم. المهم ان زاك بيحاول يحارب الطيف، ولكنه بيقول له ريح يا خفيف. كلابرس بيقول لزاك لازم نتصرف يا برنس، الاطياف دي مش جايه في خير. ومره واحده جنود سكلايفر بيوصلوا، هي كانت ناقصاكوا يا جدعان. الاثنين دول بيكونوا قاعدين ياكلوا على بالهم حاجه، وجروجر وكرامبا شغالين تخبيط في الرجاله. اركن انت يا زماله. زاك بيحاول يعمل اي حاجه بس طبعا مفيش فايده، انما الواد ده فبياخد عيون البحار السبعه اللي في كلابراس، لا وكمان بيعرف يستخدمها بكل سهوله، وبيقول لجروجر وكرامبا انا مش عايز اشوف وشكم تاني. بيبدا يدمر في كل حاجه هو والبنت اللي معاه، وجروجر وكرامبا بيكونوا مصدومين. والاسوأ من ده كله يا زميلي ان فاضل تلت ساعه وال7 ساعات يخلصوا، وبكده زاك وسيسي هيفضلوا اطياف طول عمرهم. لكن الحاجه اللي بتنقذهم من اول المسلسل بتشوفهم، بتقول لهم لو عايزين نساعدكم ادفعوا لي فلوس. زاك وسيسي بيفضلوا يضايقوا فيها عشان تساعدهم غصب عنها، وفي الوقت ده الاطياف بتكون خرباها، والست دي بتجري جروجر وكرامبا وبتعرفهم كل حاجه. كرامبا بيقول لها انا مصدقك، وزاك بتجيله فكره يخلص بيها من الاطياف، وهي الضوء العالي لانه بيتعبهم. كرامبا بيظهر للاثنين دول وبيقول لهم لو اكلتوا الموزه دي هتكتسبوا قوه كبيره، ودلوقتي عايز راجل ياخدها مني. اجري يا عم النني. بيطلع يجري منهم وبيخليهم يجروا وراه. خطه زاك بتبدا تتنفذ وبيعكس الضوء على الاطياف، وساعتها الاطياف بتخرج وزاك وسيسي بيستردوا جسمهم. الاطياف بيقولوا لهم ما تفتكروش انها خلصت، لسه في جوله ثانيه وعاجلا ام اجلا هتتلعب. وبعدها الفريق بيتجمع وبيكونوا مبسوطين انهم رجعوا لبعض تاني. وتاني يوم بيكونوا مستنيين جنود سكلايفر عشان معاهم خريطه مهمه، وبيكونوا ناويين يخدعوا الجنود عشان يجوا وراهم في المنطقه دي، وساعتها السفينه بتاعتهم هتتحشر بين الصخور لانها ضخمه، وبعدها زاك وفريقه هيهجموا عليهم. ومره واحده كلابرس بيقول لهم الجنود قدامنا. الفريق بيجهز وبيبدا يهجموا على سفينه سكلايفر، وفعلا السفينه بتروح وراهم، بس جولدن بيعرف خطه زاك وبيخرج عليهم السفينه الصغيره دي. زاك مش بيكون عارف هيعمل ايه، وفي الاخر بيقرر انه يخدعهم بطريقته، وفعلا طريقته بتنجح. وقبل ما يهجم عليهم كلوفيس بيقول له استنى يا اسطى، هو انتم ليه مش عايزين تاخدوني معاكم؟ خليك هنا يا حبيبي عشان تحمي ظهرنا، وخف هاري بقى عايزين نحاربهم. وفعلا بيدخلوا عليهم وكالعاده بيكونوا مسيطرين. جولدن بيعمل فيها تنين، بس دول فريق البحار السبعه اولاد الفقدين. زاك بيروح عليه وبيكون ناوي يقتله، بس جولدن بيشقلبه على الارض، وبسبب الشقلبه دي كلابراس بيطير. كلوفيس بياخد كلابراس وبيقول لزاك ما تقلقش انا هحميك. جولدن بيروح عليه وزاك بيقول ربنا يتولاك يا كلابراس اخويا. بيرجع يخبط في الوحوش والموضوع بيكون صعب شويه من غير كلابراس. كلابراس بيقول لكلوفيس رجعني لزاك يا ابن الكلب هموت، فبيقول له ده بس يا عم خليني اكتشف قدراتي. يقول له يا عم خلصانه بس مش هخليك تستعملني اكتر من مره. وعشان ياخده على قد عقله بيديله طاقه عين بحر بابير. الواد بيفرح جدا وبيدخل على جولدن، بس بيكتشف ان السيف مش بيخبط في جولدن اصلا. كلابراس بيقول له يا غبي عشان انت طيف فاحنا الاثنين مش هنطابق مع بعض. جولدن بيقول له ريح يا خفيف. الجنود بتسيطر على السفينه وبياخدوا كلابراس. زاك وفريقه مش بيكونوا عارفين يعملوا ايه، لان كيس وكمان كلابراس راح، وسيسي بتقول لهم يا ريتها جت على قد كده وبس، ده هيبتنا راحت هي كمان. زاك بيقول لهم مش مهم، كرامبا روح شغل الخرده اللي احنا راكبينها دي، احنا هنروح نسترد حقنا. كرامبا مش بيكون عارف يعمل ايه، بس طبعا مفيش حاجه بتستعصى عليه. لكن السفينه بتكتشف انهم مش جنود سكلايفر، وعشان كده بتكون عايزه تقتلهم.
عليهم، وبنرجع لكلوفيس اللي بيبدا يتعامل مع الواد ده. كلابرس بيجي له بس طبعا مش بيعرف يمسكه، وبنرجع لزاك اللي بيكون يا عيني هيموت، وقبل ما يخبط في الصخره دي بيدي واحده عكس بيلفت منها، والسفينه بتكون هتقتل سيسي لكن كرامبا بيتعامل معاها. زاك بيقول له زود السرعه يا قلب اخوك، الهلافيت اهم قدامنا. جولدن بيضحك بس كلوفيس بيغمز لاخينا، بيطيره من ايد جولدن وبيقول له خد دي انت كمان. بيريح عبد الله قبل شعبان، وقبل ما يتمكنوا منه بيوصل زاك ستورم الفقدان. الغبي كلوفيس بيخبط السفينه اللي زاك راكبها، وللاسف السفينه بتنفجر. جولدن بيمسكه وبيخلي السفينه تتحرك على البوابه. فريق البحار السبعه بيكونوا عايشين، وزاك بيطلع على التنين ده عشان يلحق السفينه بتاعته. التنين بيوقعه في البوابه، وكلوفيس لما بيشوفه بيبعت له السكوتر. زاك بيروح على جولدن وهو مدي الغيار، بيسترد كيسه وبينهي الحوار. سكلايفر مش بيكون عايز يسيبه، وجولدن بيروح على زاك. زاك بيكون عايز يوصل لكلابراس بس جولدن بيسبقه وبيقول له ما تيجي يا جبان. زاك بيقول لكيس انت مش قليل يا صاحبي، وانا خليتك هنا على السفينه عشان تحميها، وانا واثق انك هتقدر تساعدني دلوقتي. كلوفيس بيروح يزاول اخينا، وزاك بيفجر المدفع بتاع سكلايفر. ان اللعيبه بيغير المسار، وكلوفيس بيقول له خد كلابراس وانهي الحوار. زاك بيكون مشحون وبيقول لجولدن تعالى يا زبون، بيحط عليه جمله وقطاعي، وكلوفيس بيساعده وبيرمي جولدن في الميه. اخيرا بيرجعوا على منطقتهم تاني، وبيلاقي اصحابهم مستنيينهم. بيرجعوا السفينه، وزاك بيقول لكلوفيس تسلم يا رجوله انك ساعدتنا. كلابراس بيقول له مش هتشكرني ولا ايه يا ابن الكلب، ده انا اللي قمت بالمهمه كلها. فبيقول له يا كلابراس يا حبيبي في حاجه اسمها فاعل وفاعل ومفعول به، انت كنت المفعول به في الليله كلها اصلا. وتاني يوم بنشوف القراصنه دول ماشيين في البحر وبيدوروا على قنديل، وده مش اي قنديل وخلاص، عشان كده العيال بتكون مقلقه من الموضوع. الزعيم بيقول لهم يا جدعان ما تخافوش، وبعدين احنا لو مسكنا القنديل ده هنخلي الكل يعترف بقوتنا، واولهم زاك ستورم وفريقه. ومره واحده القنديل بيظهر لهم. العيال بتعرف تسيبه بحاجه بتخليه مش شايف قدامه، ولكنه بيفوق من تاني وبيفتح البوابه دي وبيدخل فيها هو وسفينه القراصنه. وبعدها بنشوف وحوش البحر الحقيقيين، وبنعرف ان جهاز الاستشعار بتاعهم رصد حاجه غريبه، ولكنهم مش شايفين اي حاجه في البحر. زاك بيقول لكرامبا افحص يا ابني نظام السفينه بتاعنا لا يكون بيخرف، وبعدها عايزك تفحص الواد كلابراس ده. فبيقول له يلا ده لسه ما اتخلقش الذكر اللي يفحص اقوى سيف في العالم. ومره واحده البوابه دي بتتفتح والسفينه بتنزل منها، لا وكمان القنديل بيظهر. وتاني يوم القراصنه بتفوق وبتحكي لزاك وفريقه كل حاجه، وجروجر بيقول لهم القنديل ده خطير جدا لانه واحد من اساطير البحار. كلابراس بيقول له احترم نفسك يالا، مفيش اساطير غيري في البحر. كلوفيس بيقول له يا اخي تنيل، هو انت بتعرف تفتح البوابه اللي القنديل ده بيفتحها؟ كرامبا بيقول لهم بس انا عندي فكره هنفتح بيها البوابه. وساعتها القراصنه بتخاف وبتقول لهم بلاش يا جدعان. زاك بيقول لهم بلاش ليه؟ كلابراس بيقول له ما تعرضهاش قوي يا زاك يا اخويا، ده احنا على الله حكايتنا. وبعدها بيروحوا يدوروا على القنديل، والمنطقه اللي بيكونوا فيها بتكون مليانه مخاطر. زاك بيقول لكلابراس اجهز يا اسطى، ومره واحده القنديل بيظهر لهم. جروجر بيقول لهم ده احنا نهارنا فل يا شباب، بصوا هناك. سكلايفر بيوصل، وكلابراس بيقول اكيد دول جايين عشاني، انا مش اي حد برضك. ايه ده هم رايحين فين يا جدعان؟ انا واقف هنا. جولدن ورجالته بيهجموا على القنديل، بس القنديل برضك بيروق عليهم. الواد بيكون مشحون، لكن زاك بيروح عليه وبيقول له تعالى يا زبون اديني طاقه قريه يا كلابراس. فبيقول له مانيش مديك حاجه، لما تعملني حلو الاول هبقى اسمع كلامك. القنديل بيضرب زاك، وزاك بيكون هيقع في الميه. بيقول لكلابراس يا ابن الجزمه ده مش وقته عتاب. بيروح يهجم على القنديل، وقبل ما القنديل يقتله سيسي بتلحقه. زاك بيدي لكرامبا الجزء اللي اتقطع من القنديل، وكرامبا بيخلي كلوفيس يحط الجزء ده في الاوضه، انما المطرشم ما بيشوفش. فبيروح على القنديل وبيقول كلابراس طاقه عين بحر بليز. برضك كلابراس مش بيستجيب، وزاك بيقول له يا اخي الله يحرقك انجز هنموت. فبيقول له حارب لوحدك يا عم البطل. زاك بيتعصب منه وبيروح على بطن القنديل اضرب يا وجدي. بالفعل بيعرف يفجره، بس بياخد وقعه زي الفل. صحابه بيقولوا له عاش عليك يا اسطى. زاك بيقول لكلابراس عايز تقول حاجه يا فاشل؟ فبيقول له انا اسف يا اسطى بس في حاجه غلط، وهي ان لما كنا بنواجه القنديل انا سمعته بيتكلم وقال لي انه مش عايز يأذي حد، وبرضك اترجاني اني ما اعملوش حاجه. زاك بيقول له ما عرفتنيش ليه يالا. بيروحوا على القطعه بتاعت القنديل ولكنهم مش بيلاقوها في مكانها. كرامبا بيقول لهم ده معناه ان الجزء اللي اتقطع من القنديل هيتحول لقنديل صغير، وفعلا بيكون معاه حق، والقنديل الصغير بيحاول يهرب منهم. الفريق كله بيروح يدور عليه وما يعرفوش ان جولدن هيغدر بيه، وفي الوقت ده القنديل بيطلع لجولدن واللي معاه، وزاك وفريقه بيطلعوا وراه. العيال بتتجمع عشان تأذي القنديل، بس القنديل لما بيلمح حد بيخلي حكايته على الله. فريق البحار السبعه بيدخلوا معاه، واللي قلبه جايبه يسد يا ولده. زاك بيكون هيأذي القنديل، لكن كلابراس بيقول له استنى يا اسطى سيبني بس اكلمه، بلاش تغلط الغلطه اللي عملتها مع القنديل الكبير. زاك مش بيسمع له، وساعتها القنديل بيمسك كلابراس وبيسيطر عليه، وبكده هو وكلابراس بيتكلموا مع بعض. لما بيخلص كلامه بيسيب كلابراس، لكن كلوفيس بيمسكه، وكلابراس بيقول له سيبه يا اسطى لان القنديل لازم يرجع مكانه. زاك بيقول له عندك حق يا اسطى ما ينفعش نأذيه، وفعلا بيسيبوا القنديل، ولكن ابن الجزمه بيغدر وبيسحب الطاقه بتاعت كيوس. زاك بيقول لكلابراس سيبك بقى من الخرافات بتاعتك ويلا اديني طاقه اجمد من بتاعت الواد ده بكتير. هو ده اللي بيحصل يا زميل. زاك بيقول للقنديل ريح يا خفيف ده انا سكت لك من الصبح. وبالليل بيروحوا على القريه دي، وكرامبا بيقول لهم انا مش هاجي معاكم لان شكل كيوس في حاجه غريبه. ومره واحده القنديل بيكبر وبيجي عليهم. كرامبا بيقول لهم الواد ده عايز يمتص طاقه الكهرباء اللي في القريه، وفعلا هو ده اللي بيحصل. زاك بيتحرك بكيس، وفي الوقت ده جنود سكلايفر بتوصل. كلابراس بيقول لزاك يا اسطى بلاش تقتلوا القنديل سيبوني بس اتكلم معاه. زاك بيقول له تحب نجيب لكم 2 ليمون؟ ما تفوق يالا ده لسه غادر بينا من شويه دلوقتي عايز يقتلنا. فبيقول له عشان خاطر يستعمل طاقه عين بابير وخلينا اتكلم معاه. زاك مش بيكون قدامه حل تاني وبيسمع كلام كلابراس، وبعدها بينزل على القنديل، والمره دي بيدخل جواه. القنديل بيقول له منور يا زاك ستور عشان خاطري بلاش تاذيني لاني مش جاي اذيك، وكل اللي طالبه منك هو انك
سيبني اخد طاقه لان الطاقه دي بدافع بيها عن نفسي من القراصنه. زاك بيقول له يا عم انا هساعدك وهديك الطاقه اللي انت عايزها وتعالى معايا عشان اقول لك هديك الطاقه منين. بيرجع للسفينه تاني وبيلاقي فريق بيحاربوا جنود سكلايفر. القنديل بيحاول يفتح البوابه والجنود بتفضل تهاجمه. زاك بيتعصب وبيقول لكالابراس انا وانت اقوى اتنين في منطقه البحار السبعه يا اسطى، يلا بينا عشان نعلم العيال دي الادب. بيغمز القنديل عشان يروح وراه وبيخليه يسيطر على سفينه سكلايفر وياخد منها الطاقه اللي محتاجها. القنديل بيسيطر على السفينه بالكامل وبيعرف يفتح البوابه دي ويهرب منها. الجنود بتحاول زاك وكالابراس بيقول له طاقتي خلص، فبيقول له يا عم مش مهم القنديل هيساعدنا. وفعلا القنديل بيظهر من تاني وبيخلي الجنود تهرب. بيشكر زاك قبل ما يمشي وبعدها بيروح يشوف طريقه. وزاك بيقول لفريقه 10 رجاله يلا بقى عشان نكمل طريقنا. وتاني يوم بيظهر وحش جديد وده بقى شكله هيخربها لان كل شغلانته في الحياه هي انه يدور على خصوم قويه ويقتلها. وبنعرف انه بيدور على سيسي عشان عاوز القوه اللي معاها. ولو نسيت يا زميلي ايه هي قوه سيسي احب افكرك بانها بتشوف الحاجات قبل ما تحصل. انما زاك وفريقه فبيفضلوا يدوروا في الكتب دي على حاجه تخرجهم من عالم البحار السبعه وترجعهم لعالم البشر تاني. والست دي بتقول لهم انتوا معاكم الكتاب اللي هيساعدكم بس المشكله ان حروف الكتاب لازم تظهر. وفي الوقت ده باقي الفريق بيعرفوا ان في سفينه ضخمه جايه عليهم. زاك بيبدا يتحول لانه لازم يستعمل طاقته عشان يخلي حروف الكتاب تظهر. الحروف بتبدا تبان واحده واحده لحد ما الوحش ده بيحضر وبيهاجم زاك. بس طبعا زاك بيحط عليه. والغريبه ان الكتاب بيتحرق بعد ما الكلمات بتظهر. ومره واحده بيسمعوا صوت فلانت وهو بيدور على سيسي. زاك بيقول لها الواد ده عايز منك ايه؟ فبتقول له الواد ده والجنود اللي معاه من منطقه ليموريا وانا بكره المنطقه دي لان فيها جنود اقوياء جدا وحاربوا اهلي قبل كده. زاك بيحاول يكلم باقي الفريق لكن الشبكه بتكون ضعيفه. بيروح على فلانت عشان يحاربه. وفي الوقت ده في جندي بيمسك سيسي. وبنرجع لزاك اللي بيقول للواد ده سيسي تلزمني فيلا مش من هنا لاني مش هسيبها لك. وبعدين يلا هو زعيمك مش عارف يبعت راجل ياخدها ولا كل رجالته حريم. الواد بيقول له ده انا همسح بكرامتك الارض. فبيقول له طب تعالى يا ابن العار. كالابراس بيقول له يا ابني انا مش معايا طاقه دلوقتي هتحاربه ازاي. وفي الوقت ده سيسي بتبدا تحارب الجندي اللي ماسكها وبكل سهوله بتعرف تقتله. وفلنت بيقول لرجالته روحوا دوروا على سيسي وسيبوا لي الواد ده. هو وزاك بيدخلوا على بعض بس من اول ضربه زاك بيريحه وبياخده من قفاه وبيمشي. الزعيم بيعرف اللي حصل فبيقرر يدمر الجزيره. وزاك بيقول للواد ده هتشوف انا هعمل فيك انت وزعيمك لو سيسي جرى لها حاجه. فبيقول له يا ابني انت ما تعرفش تعمل حاجه مع زعيمي لانه قوي جدا. وفي الوقت ده زاك بيشوف سيسي فبيروح يساعدها. بيقول لها هرب انت فبتقول له لا طبعا مش هسيبك. بيجبرها انها تمشي وبيقول لكالابراس انت ريحت كتير يلا بقى يا زميل. وفعلا كالابراس بيلبي النداء وبيديله طاقه عين بحر بليز. بس المصيبه ان الدروع اللي مع الرجاله بتكون قويه جدا. زاك بيغير السلاح اللي معاه وبيعرف يكسعبهم. الشيطان بيتعصب وبيقرر يطلع بس مباشر. بيقول لاهل الجزيره انا معايا سلاح محدش يقدر عليه فعشان كده سلموا لي البنت اللي انا عاوزها بالذوق. سيسي بتقول لزاك للاسف الواد ده مش بيقول كلام في الفاضي وعشان كده انا لازم اسلم نفسي. بيقول لها هو انت شغاله مع عرطاس جوافه ولا ايه؟ ده انا زاك ستورم قائد البحار السبعه والعبد الله عنده فريق ياكل الزلط. استعدوا يا رجاله عشان هنعلم الواد ده الادب. بيبداوا يهجموا على السفينه ولكنها مش بتتاثر بضرباتهم. السفينه بترد عليهم الهجوم وبتطيرهم بعيد. وكرامبا بيقول لزاك يا ابني ما كانش لازم تعرضها قوي كده. على العموم انا هحاول اتصرف. كلوفيس بيقول لزاك خلاص يا معلم سيسي سلمت نفسها. زاك بينصدم ومش بيكون مصدق ان سيسي تعمل كده. انما الشيطان ده فبيقول لها انا وانت هنعمل شغل جامد. بتقول له ما فيش منه الكلام ده انت يالا هلس واخرك فاضي. فلنت بيقول له انت مش هتديني الجزيره اللي وعدتني بيها ولا ايه؟ فبيقول له لا طبعا ده انا هدمرها. سيسي بتتعصب وتقول له انا سلمت نفسي عشان ما تاذيش حد. فبيقول لها ما فيش منه الكلام ده وانتوا يا رجاله خدوا الواد فلنت وارموه بعيد. وفي الوقت ده زاك بيبدا يجهز الخطه وفلنت بيجي له. جروجر بيمسكه لكن زاك بيقول له سيبه لان الواد ده هينفعنا. وبعد شويه بيبداوا تنفيذ خطتهم وزاك بيروح للجنود دي وبيقول لهم هاتوا لي زعيمكم عشان هتحداه في مواجهه. الشيطان ده بيضطر يقبل لان عندهم قانون بيقول ان لو حد اتحداه في العلن ما ينفعش يرفض المواجهه. وفعلا الاتنين بيدخلوا على بعض بس الشيطان بيكون برق ورعد وزاك بيكون عارف كده كويس بس بيضيع وقت عبال ما رجالته تتعامل. جروجر بيبعت كلوفيس يفتح له السفينه وبيدخل يتعامل مع الجنود اللي جوه. من ناحيه ثانيه زاك بيوقع الزعيم وبيقول له انت خسرت يا معلم ودلوقتي انت هتفرج عن سيسي. بس الواد بيغدر بيه وبيقول له انا ما بوفيش بوعودي ودلوقتي انت هتموت يا طفل يا رضيع. فريق زاك بيروح يحرروا سيسي. وفي الوقت ده زاك بيقول لكالابراس يلا بينا يا معلم. بيجمد السفينه بس الواد ده بيعرف يحرر نفسه تاني وبيقول لزاك سلام يا زميل. زاك بيقول له الكلام ده ولا بيخيل ده العبد الله اسطوره يلا اديني طاقه بابيره كالابراس واضرب يا وجدي. الشيطان بيقول لرجالته دمروا الجزيره. فريق بحار السبعه بيقولوا له ما فيش منه الكلام ده ريح بقى يا زميل. ورغم انهم هزموا الجنود بس مش بيعرفوا يوقفوا المدفع اللي هيدمر الجزيره. زاك بيقول لكالابراس يلا بينا اصلا عشان نتعامل مع المدفع ده. بيبعد صحابه عن الخطر وبيقف في وش المدفع. بيدخل جوه بكل شجاعه وبيعرف يفجر السفينه. الناس كلها بتفرح والفريق بيكون فخور بزاك ستورم. وتاني يوم بيكون زاك قاعد يصطاد وجروجر بياكل على الجاهز. وكرامبا بيكون شغال على جهاز هيحول اي حاجه لاطياف واي طيف هيحوله لحاجه طبيعيه. ومره واحده الجهاز بيعطل وساعتها السمكه بترجع زي ما كانت. وبعدها زاك بيروح لكلوفيس وبيقول له مالك يا اسطى متضايق ليه؟ فبيقول له ايه احساسك لما تكون مربوط في سلسله ومحبوس في سفينه زي دي؟ لا وكمان تبقى طيف بعد ما كنت انسان عادي. انت عارف انا بقالي قد ايه محبوس هنا يا اسطى؟
محدش فيكم يقدر يحس باللي انا حاسه. كالابراس بيقول له طب ما انا مربوط بزاك وما قلتش حاجه يا ابن الجزمه، ما ترضى بعيشتك بقى يالا. فبيقول له ما تضحكش على نفسك يا كالابراس، انت متضايق زيك زي زاك. بيقول له بص يا اسطى احنا كلنا محبوسين في البحر ده، وبرضك هنخرج من البحر ده كلنا وهتشوف يا كلوفيس. وفي الوقت ده سفينه سكلايفر بتدخل عليهم، الهجوم بيكون شرس لكن اللي يجي على زاك ستورم برضك يحترس. كرامبا بيقول لزاك انا عرفت انت عايز تعمل ايه وخطتك زي الفل والله يا اسطى، لكن الجهاز بتاعي واخد نص طاقه الكيس ومعنى كده انك مش هتعرف تتعامل مع جولدن. فبيقول له احمص يالا اعمل اي حاجه. كرامبا بيروح يشغل الجهاز بتاعه وبيخلي السفينه اللي فيها يبقوا اطياف، وبما ان كلوفيس طيف فالوضع بيتعكس معاه وبيرجع لطبيعته. اما سفينه جولدن فبتعدي من وسطهم وبتتعطل، وفي الوقت ده الجهاز بتاع كرامبا بيتعطل هو كمان وكل حاجه بترجع لطبيعتها. لكن كلوفيس بيقع على سفينه جولدن وبيكون جسمه طبيعي لانه ما كانش على السفينه لما الجهاز اتعطل. وفي الوقت ده الوحوش بتمسكه، وكرامبا بيقول لزاك هنعمل ايه دلوقتي؟ فبيقول له روح ورا العيال دي. وفي الوقت ده كلوفيس بيعرف انه رجع انسان طبيعي وبيفرح جدا، وجولدن بيكون ناوي يغدر بزاك لما يجي ينقذ صاحبه. وبنرجع لكلوفيس اللي بيكون قاعد في الزنزانه دي وبيلاقي حارس من بتوع جولدن محبوس معاه، وبيقول له انا اسمي كاليكو وعلى فكره انا اتمردت على جولدن وعشان كده حبسني. وبالنسبه لزاك فبيكون شغال على اخره عشان يوصل لكلوفيس، وكلوفيس بيكون واثق ان زاك هيجيله، بس كاليكو بيقول له انت عبيط يالا وفي حد هيعرض حياته للخطر ويواجه اخطر وحوش البحار السبع عشانك؟ فبيقول له انت ما تعرفش زاك ده اجدع واحد انت ممكن تقابله في حياتك. فبيقول له زاك مش هيعرف يوصل لنا بس انا اقدر اوصله لينا واقدر اخليه يدمر السفينه كمان. بيقول له يا عم وانا هخليك تتواصل مع زاك، وبيخلي الحراس توديه لجولدن هو وكاليكو. الاثنين بيضيعوا وقت مع جولدن، وكاليكو بيقول لاصحابه جه وقت انكم تتمردوا على جولدن وسكلايفر. ايه مش حاسين انهم بيتحكموا فيكم زي العرايس؟ هو بيتكلم وكلوفيس بيلعب في اجهزه التحكم بتاعت السفينه، بيعرف يتواصل مع كرامبا لكن جولدن بيقفشه، ومره واحده زاك ستورم بيحضر. في الوقت ده الحراس بتمسك كلوفيس وكلوفيس بيبدا يلعب في دماغهم عشان يتمردوا على جولدن، انما جولدن فبيهجم على كيوس. وفي الوقت ده المساعد بتاعه بيقول له الجنود مش عايزه تسمع كلامنا يا ريس. جولدن بيتعصب وبيروح عليهم، وكلوفيس بيوصل معاهم وبيقول له جالك الموت يا تارك الصلاه. فبيقول له اخرس يالا، كله بيطيح في كله، وكلوفيس بيطلع يجري على بره. زاك بيشوفه وبيقول يلا بينا يا كالابراس. بينزل نازل البطوله هو بيقول لجولدن اركن انت يا رجوله. بيبعت كلوفيس على السفينه وهو بيكسر عظم الجنود، اللي بيقف قصاده بيمسكوا العمود. جولدن بيقول له لو ما استسلمتش هخلي رجالتي تضرب نار على كلوفيس. زاك بيضطر يستسلم وللاسف بيتقبض عليه، وكلوفيس بيرجع لاصحابه وبيقول لهم انا عندي خطه هننقذ بيها زاك. انما زاك فبيتحبس مع كاليكو، وكاليكو يقول له انا سمعت عنك يا اسطى وعايزك تطمن كل حاجه هتبقى بخير. في الوقت ده رجالته بتجهز الخطه، وكلوفيس بيخترق انظمه السفينه وبيكلم جنود سكلايفر وبيقول لهم هو انا كل شويه اكلمكم عن حريتكم ولا ايه؟ خلوا عندكم كرامه وتمردوا على جولدن ورئيسه. في الوقت ده بيسمع كلامه وبيروح يودي كالابراس لزاك. في الوقت ده التخبيط بيكون شغال بين السفن، وزاك بيسترد سيفه. بيقول لكالابراس انا عارف ان طاقتك قليله دلوقتي بس انا محتاج طاقه ببير. فبيقول له ما تغلاش عليك يا كبير. كرامبا بيشغل الاله بتاعته وبيدخل بيها في السفينه بتاعت جولدن، وطبعا دخوله بيعطل السفينه. زاك بيوصل لاصحابه وبيخرجوا كلهم منتصرين، وساعتها الجهاز بتاع كرامبا بيتدمر، وكاليكو بيخرج من السفينه وبيقول لكلوفيس تسلم انت والقائد بتاعك، وعد مني اني مش هنساكم. والفريق كله بيسلم عليه وبيكونوا في منتهى السعاده. وفي الحقيقه انا مش عارف اقول لك ان دي نهايه الحلقه 13 يا زميلي ولا نهايه المسلسل. طبعا انت مش فاهم اي حاجه بس انا هحكي لك القصه كلها. زاك ستورم هو مسلسل نزل سنه 2016 على قناه فرنسيه وبعدها اتعرض على سبيس تون، والمفروض انه 39 حلقه بس ما اتعرضش غير 13، والحلقه ال 14 نزل الاعلان بتاعها بس. هتقول لي طب والحلقه ال 14 ما نزلتش ليه؟ واصلا باقي المسلسل ما نزلش ليه؟ والله يا زميلي ما اعرف، بس كل اللي اقدر اقوله لك هو ان باقي الحلقات اتعرضت على قناه فرنسيه، والقناه الفرنسيه دي هي اللي المسلسل اتعرض عليها في الاول اصلا، وكان المفروض ان يتعمل جزء تاني من زاك ستورم، والجزء ده كان ممكن ينزل سنه 2021 او 22، ولكن الجزء اتاجل او ممكن يكون اتلغى اصلا زي باور رينجرز مثلا، نزل منه اجزاء كتير وكلها حققت ايرادات ناجحه. ودلوقتي المخرجين عايزين يعملوا سلسله جديده بس ما تكونش كمالة عدد وخلاص، هم عايزينها تنزل تعمل قلبان. والكلام ده انا عرفته من برنان ميجا، وهو ده اللي عمل دور تايلر في باور رينجرز داينو تشارم، يعني المصدر موثوق يا زميلي. ونفس موضوع شركه الانتاج ده حصل في زاك ستورم، هم عايزين ينزلوا جزء قوي ما يقلش عن نجاح الجزء الاول. وبالنسبه لي انا كمحمد فانا وصلت للحلقات بالفعل، بس زي ما قلت لكم الحلقات باللغه الفرنسيه، وانا دلوقتي هحاول اشوف طريقه انزل بيها الحلقات من اي موقع معروض عليه، واهم حاجه ان الحلقات تكون بجوده كويسه، وبرضك هحاول اترجمها، وباذن الله لو كل ده حصل فهلخص باقي المسلسل. وللعلم يا زميلي المعلومات اللي انا لسه قايلها لك دي مش هتلاقي حد ملخص المسلسل قايلها، ولا هتلاقي حد بيدور على باقي حلقات المسلسل عشان ينزلها اصلا. فعشان كده اتمنى تشترك في القناه وتعمل لايك لانه بيدعمني جدا، وتنزل تقول لي رايك في الكومنتات لان رايك يهمني جدا برضه. وكل سنه وانتم طيبين يا رجاله، ويا ريت بقى نصوم وما نعملش زي كل سنه. والى اللقاء مع كل جديد، سلام.